هنا عملنا 7 بيتزات من كيلو دقيق. يعني الصينيه بص شايفين الواحده كبيره قد ايه ما شاء الله. شوفي لو انت هتشتريها من بره هتشتريها بقد ايه بجد. بكيلو دقيق هتملي بيتك كله خير. وشوفي لو انت هتجيبيها الواحده بس بره تعدي 200 جنيه، يعني عايزالك ب 1000 جنيه كده بس بيتزا. شوف احنا عملناهم بكيلو دقيق يعني ب 20 جنيه، واي حشوه عندك. فحلوه جدا 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 وسهله وطريه واقتصاديه، بتمنى تجربوها وتعجبكم. هنا خلاص العجينه خمرت معانا وبقت تمام، البيتزا بقت تمام جدا. تعالي نشوف مع بعض كده. انا حاطه فيها زعتر العجينه من جوه. تعالي كده نقطع الكيلو هنعمله على 6 بيتزات كبار. هنا قسمتها على 7 قطع من البيتزا، حسب الصواني اللي عندك وحسب الكميه الحجم بتاع الصينيه. انا قطعتها الكيلو كده على 7 قطع من البيتزا. تعالي كده نفرد مع بعض. وهنا خلاص بعد ما خلصت البيتزا، بعد ما فردتها، اهم حاجه ان انت بعد ما تخمريها قطعيها قطع للكد. انت ما هتعملي البيتزا بتاعتك وسيبيها برضو ترتاح حوالي 10 دقائق عشان تفرد معاكي. لما تفرد معاكي ما تمطش، ما ترجعش تاني العجينه تلاقيها مطت. هنا بعد كده بعد ما فردتها هنا جبت الشوكه وخرمتها كلها كده حوالين جاير كلها علشان ما تطلعش معايا حته عاليه وحته واطيه كده، تبقى مستوى واحد. معاكي البيتزا تكون كلها بتبقى سمك رفيع حسب ما انت عايزه السمك. هنا انا عاملاها سمك رفيع، انت ممكن تدخنيها ممكن تخليها وسط، يعني براحتك خالص. والحشوه برضو اللي انت انا عاملاها اقتصاديه من غير جبنه ولا اي حاجه. يعني عندك شويه سوسيز، حطيت لهم بصله كده، شوحت بصله وطماطمايه كده وفلفل وحطيت السوسيس كده. يعني اي حشوه ما ترتبطيش باي حشوه معينه. عندك فلفل وطماطم وزيتون، يعني اي بواقي عندك. عندي هنا فراخ بقى، بواقي فراخ. بواقي فراخ هنا قطعتها قطع كانت صدور فقطعتها، وحطيت برضو بصل وطماطم وحطيت منها قطع الفراخ. يعني اي حاجه عندك قطعيها واعمليها، ما ترتبطيش بحاجه. انا ما عنديش جبنه موتزاريلا هوقفها، لا هعمل من غير جبنه موتزاريلا. عندك جبنه موتزاريلا براحتك خالص، بس لما بتغلى بتبقى يعني ممكن ما تدبهاش. فانا ما عنديش جبنه موتزاريلا، مش هقف على ان انا ما اعملش بيتزا. فاي نوع عندك اعملي بيه، يعني اللي في مقدرتك امشي بيه على قد ما تقدري. اعملي الحاجه احنا عاملينها سهله وبسيطه واكلنا كله اقتصادي. احنا دايما في القناه اكلنا كله اقتصادي وكل الناس تقدر تعمله. تعالي كده مع بعض. انا هنا عندي ايه، تعالي كده نمشي مع بعض. هنا معايا ده كاتشب. لو انت حابه تحطي صوص صلصه كده وتحطي فيها توابل وبتاع كده تمام جدا. عايزه تبقى عندك كاتشب كده كده فحطي كاتشب. يعني مش هنعمل صوص يعني علشان يعني ما فيش اسهل من كده. انا عندي بيتزا بس عندي كاتشب فعملت كاتشب بس، ما عنديش مثلا ما عنديش ان انا اعمل طماطم عندي صوص بيتزا ولا اي حاجه. فبس الكاتشب اسهل ما يمكن ان انت بتعملي بيه، هيديكي طعم جميل جدا وحلو قوي وسهل. وانت كده كده بيبقى عندنا في البيت على طول الكاتشب، الاولاد بيحبوه فعلى طول عندك. فيعني متاح الحاجه المتاحه عندك مشي بيها دنيتك، ما توقفيش. يعني اهم حاجه ان انت ما توقفيش اي حاجه، امشي بيها. يعني احنا مش عايزين نقف على اي حاجه كده معايا. زودي الصلصه زي ما انت عايزه، الكاتشب زي ما انت عايزه. دي حريه ليكي انت شخصيه، انت اللي تقدري تتحكمي في كل حاجه قدامك. انا بوريكي بس الفكره والطريقه وانتوا شاطرين جدا، ويعني اشطر مني كمان. فيعني انتوا ممتازين. انا هنا بصي خلاص عملتها. هحط الحشوه اللي انا عايزاها بقى. هحط مثلا مثلا هنا فراخ، هحط شويه فراخ كده. هاخد شويه حبه فراخ وهنزل بيها، وكمان مش كلها، وهضغط عليها شويه علشان تلزق شويه في الحشوه بتاعتنا كده. يعني انا حاطه شويه مش كتير اهو. عندك زيتون حطي، عندك يعني اللي انت تقدري تحطيه حطيه، ما تقفيش. يعني اهم حاجه ان انت تمشي امورك وحياتك. انا بضغط عليها كده علشان عايزه اوريكي برضو. انا بس بضغط عليها علشان تبقى معايا الحشوه ما تطلعش معايا. انا عايزاها تبقى متماسكه في البيتزا بتاعتنا. آه، اهم حاجه تكون متماسكه في البيتزا. يا رب يكون كده الفيديو واضح معاكم وبسيط، ونقدر كلنا نعمل الحاجة السهلة البسيطة. هنا ممكن احط شرايح فلفل، ممكن احط شرايح طماطم، يعني زي ما انتي. هنا عندي طماطم هحط شرايح طماطم كده حوالين داير كده. حاجات بسيطة تقدري تزيني بيها البيتزا بتاعتك. وكمان ما عندناش جبنة، فيعني احنا بنعمل اشكال حلوة كده لاولادنا. وهنا الشكل النهائي شايفين شكلها حلو قوي قوي. شايفين يعني عاملين وردة حلوة قوي. يعني بأسهل حاجة عندك تقدري تشكلي براحتك خالص خالص. احنا ضغطنا على الحشو علشان ما تطلعش معانا. كده هدخلها على نار تكون مسخنة قبليها، قبل ما تكوني يعني انت كده خلاص
كده خلاص انا هدخلها على نار عاليه في الرف الوسطاني على الشبكه. ولو عندك مروحه شغلي. مش هتاخد معاكي يعني من 8 دقائق ل 9 دقائق، هتاخد معاكي مش هتاخد اكتر من كده، علشان معانا البيتزا رفيعه مش تخينه. لو لسه معايا لحد دلوقتي في الفيديو بتمنى تحطوا لايك وتشجعيني كده باشتراك جميل ولايك جميل وتعليق جميل، يا رب كده دايما تكونوا موجودين كده في حياتي. كده هدخلها وهوريكم شكلها بعد ما اخلص. وهنا بعد ما طلعنا البيتزا الجميله بتاعتنا من الفرن، بجد تحفه جدا وطريه واقتصاديه، من غير ولا زبده ولا لبن ولا بيض. شايفين الطراوه بتاعه شايفين الطراوه دي، هي البيتزا اللي احنا عايزينها بكل الطرق الحلوه. تعالوا نقطعها كده مع بعض ونشوف عامله ازاي. مش عايزه اضغط على المفرش، شايفين مش مستحمله البتاع كمان، وانا يعني مش عايزه اضغط عشان المفرش. شايفين شايفين السمك حلو قوي، ده كده السمك جميل جدا، واللون من تحت حلو قوي، واخده لون. شايفين الطراوه بتاعه كمان لو فيها جبنه موتزاريلا هتبقى احلى واحلى. بس احنا عاملينها اقتصاديه وسهله وسريعه، ويعني كل يقدر يعملها باسهل الطرق. بتمنى تعجبكم، وبتمنى كده تحطوا لايك جميل وتعليق جميل، واللي مشتركش في القناه يشترك. شكرا.